هنكمل مع بعض سلسلة eBay dropshipping. لو انت جديد لسه ما تعرفش ايه هو eBay dropshipping، فاحنا عملنا فيديوهين بيتكلموا عن eBay dropshipping بالتفصيل، بيشرح لك ايه هو الدروب اصلا، وكمان عملنا مقارنة بين eBay وشوبيفاي. انصحك تتفرج عليها. اما لو انت متابع معانا السلسلة، فاحنا النهاردة هنبدأ اول شرح عملي. هنعمل ستور على eBay وننزل اول برودكت لينا على eBay. اول حاجه علشان تعمل ستور على ايباي، انت محتاج يكون عندك حساب على بايونير. بايونير ده بنك الكتروني بيديك حساب بالدولار وبكذا عمله تاني في كذا دوله، تقدر تستقبل عليهم فلوس من اي حد. علشان تعمل حساب على بايونير لازم يبقى عندك حساب بنكي محلي في دولتك. تمام، يعني لو انت في مصر هتفتح حساب توفير في اي بنك، بس مهم ان انت تقول لموظف البنك او على موقع البنك او كده ان انت تاخد رقم الحساب الدولي للحساب بتاعك، اسمه الايبان ده رقم الحساب الدولي اللي هتقدر تتعامل بيه على المواقع وتستقبل تحويلات على حسابك. تمام، طيب بعد ما تفتح حساب ويبقى معاك الايبان، هندخل على بايونير. خطوات التسجيل بسيطة. هتدوس على تسجيل الاشتراك وتختار فرد، احصل على قوة بايونير الكاملة، تسجيل الاشتراك. هتملى بياناتك، الاسم الأول، الاسم التاني، الإيميل، الحاجات دي كلها، وتاريخ الميلاد. بعد كل ده هيطلب منك بعد كده بعد التفاصيل والباسورد والكلام ده كله، المفروض هيطلب منك رقم الحساب بتاعك اللي هتستقبل عليه الفلوس، الحساب اللي انت فتحته في دولتك. وبعد كده هيبقى عندك الحساب جاهز. بعد ما تخلص خطوات التسجيل دي كلها، كده الحساب هيفتح عندك بالمنظر ده. هيطلب منك بيانات او اثبات الهوية اللي هي البطاقة او الباسبور، ايا كان يعني المتاح عندك. هتلاقي عندك في السيتنج، بعد كده هتلاقي في الفيريفيكيشن سنتر، او لو بالعربي هتلاقي اسمه مركز التحقق. هتلاقي مطلوب منك الاي دي او ايا كان المطلوب، يعني هتلاقي المطلوب منك اثبات الهويه. وبعد ما نعمل حساب على ايباي هتلاقي مطلوب منك بيانات تاني، هنبقى ندخل نكملها برضو هنا في الفيريفيكيشن سنتر. تمام، طيب احنا كده خلصنا، المفروض فتحنا حساب بايونير. بعد ما يتوافق عليه وكل حاجة تمام، ندخل على ايباي، هندوس على ريجستر. هتكمل بياناتك هنا. بعد ما تملى البيانات دوس على كرييت اكونت، وكده هيطلب منك رقم التليفون. تمام، ممكن نقول سكيب دلوقتي. طيب كده انت عملت حساب على ايباي بكل سهولة. موضوع انك تعمل حساب على ايباي ده سهل جدا. بعد كده احنا لحد دلوقتي حساب عادي كمشتري، لسه ما عملناش حساب ان انت تبقى بائع. هتدوس على سيل، دوس على ليست ان ايتم. علشان تعمل حساب لازم تعرض منتج للبيع، لازم تنزل اول برودكت ليك. عشان كده انا مجهز برودكت هنعرضه مع بعض، وأوريك خطوات ازاي نعرض اول برودكت للبيع. طيب هنلاقي اول حاجة ان ايباي طالب مننا نكتب عنوان البرودكت او ايه الحاجة اللي احنا هنبيعها. طيب احنا مجهزين هنا، ده التايتل بتاع البرودكت، هو عبارة عن كاب. نكتب التايتل هنا وندوس على سيرش. طيب حالة البرودكت ده ايه؟ هيسألك هي جديدة ولا معهاش تاجز. احنا دايما هنقول ايه، نيو ويز تاجز. بعد كده هيسألك على بيانات او عنوان الشحن اللي انت هتشحن منه. انت هتشحن منين؟ بعد ما تكمل عنوان الشحن، انت كده جاهز انك تنزل اول برودكت. هنا اول حاجة مكان الصور او الصور الرئيسية بتاعة البرودكت، ولو معاك فيديو للبرودكت ممكن ترفعه هنا. طيب احنا معانا صور، هنرفعها هنا. دي الصور. تمام، بعد ما رفعنا الصور، احنا الصور دي جبناها من موقع علي اكسبريس. ده موقع بنستخدمه اننا نجيب منه المنتجات، وفي مواقع تانية كتير. احنا في الفيديو ده مش هنتكلم بالتفصيل عن المنتجات، ولكن احنا بنعرض ازاي ننزل اول برودكت. لكن في الفيديوهات اللي جاية هنتكلم عن ازاي تختار المنتج اللي يجيب لك ارباح، اللي يكون عليه طلب، ازاي تختار المورد، وهل المورد ده هيشحن بسرعة قد ايه، هل في مشاكل في الشحن،
كل ده هنعرفه في الفيديوهات اللي جايه. لكن احنا النهارده بنعرض ازاي ننزل اول برودكت. طب بعد ما نكتب بعد ما نرفع الصور، هنا ده التايتل اللي احنا كتبناه، لكن هنلاحظ ان اي باي اخره 80 حرف، فعشان كده احنا هنا هتلاقي كلمة فوتبول دي مش كاملة بقى، في فوتبول دي مش كاملة، هنمسحها. تمام. هنا هو بيقترح عليك زي خصائص المنتج، هو بيقترحها عليك عشان يسهلها عليك، فبيقول لك مثلا هل الشكل ده كاموفلاج ده اللي هو الشكل التمويهي ده، قول له تمام. بعد كده الكاتيجوري ده هاتس، تمام. بعد كده البراند، هل المنتج بتاعك ده من براند معين او براند مشهور؟ لو مش من براند معروف بتقول له unbranded او بتكتبها. هنا الحاجات دي بيقول لك دي required، لازم تملاها علشان العميل، دي معلومات مهمة للمشتري. تمام. الكالر ايه، ممكن نقول فيه كذا لون مالتي كالر. المقاسات ممكن نقول هل الحاجات دي كلها one size مثلا، ستايل بيسبول. تمام. هنلاقي بعد كده في حاجات اوبشنال ممكن احنا نملاها وممكن لا، ولكن كل ما بتملاها دي بتزود فرصك لو المشتري بيبحث عنها وهو بيشتري. يعني مثلا الماتيريال هنا بيقول لك في 179,500 بيبحثوا عن الماتيريال جنب كلمة هات أو جنب كلمة كاب. أنت لما تضيف باقي البيانات دي، ده هيزود فرصك. فإحنا مثلا ممكن نقول بوليستر أي حاجة، ماشي. فيتشرز، هل في أي خصائص للكاب ده؟ adjustable، ممكن يتعدل مثلا، خفيف، مقاوم للميه، ووتر ريزيستنت، ممكن نعلم على ده كله. هو طبعا على حسب المنتج اللي انت بتنزله، احنا يعني بننزل بعشوائيه دلوقتي لان ده مجرد مثال. بعد كده كل الكلام ده هتطبقه على حسب المنتج بتاعك. بعد كده هنا بيقول لك هل مثلا بيرسونالايز، يعني انت مثلا المنتج ده هل مثلا حاجه انت بتعملها مخصوص للمشتري، يعني مثلا المشتري يقدر يطبع عليها صورته او اسمه او كده. لو انت بتبيع حاجة ممكن تعمل لها personalization، او ان انت تخليها معمولة مخصوص عشان المشتري ده، هتقول له يس. لو لا يبقى نو. تمام. بعد كده الديسكريبشن مهم جدا، ممكن انت تكتبه وممكن تستخدم الاي اي يكتبه لك، مفيش مشكله. يعني انا مجهز ديسكريبشن هنا، ممكن ما نستخدموش، ممكن نقول use AI description. باستخدام التايتل اللي انت كتبته هيكتب لك description كويس، طبعا بعد ما تقراه وتتأكد ان هو مناسب للبرودكت بتاعك. تمام. حابب تعدل فيه حاجة برضو تمام. بعد كده نيجي للبرايسنج. في على اي باي نوعين من البيع، في باي ات ناو، اشتري دلوقتي، وفي ان انت تعملها زي مزاد. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت بتبيع حاجة مستعملة، هو موضوع المزاد ده بيبقى اكتر في الحاجات المستعملة. بيبدأ مثلا حد ينزل موبايل مثلا، ينزل اول سعر دولار، يجي حد تاني يعلي يقول لا هشتريه ب$2 $3، ويفضلوا في مزاد لحد ما اخر واحد وقت المزاد يخلص، ويشوفوا مين اعلى واحد كان حاطط سعر، هو ده اللي بيشتري البرودكت. لكن احنا في كل المنتجات اللي هننزلها كلها هنستخدم بايت ناو، لان احنا السعر بيبقى محسوب بالظبط، احنا بنبقى حاسبين السعر بالربح بتاعنا، بتكلفة الشحن، بتكلفة العمولة بتاعت اي باي، بكل ده. فاحنا مش هنسيبها للظروف ان المشتري يحدد سعر او كده، لا احنا دايما بايت ناو. البرايس مثلا اي حاجة، لان ده برضو زي ما قلنا مثال، نقول مثلا 19.99. نعلم على require immediate payment، احنا هنا قلنا الكوانتيتي نقول 5 مثلا. في حاجة بقى اسمها لو اوفرز. ايه الاوفرز دي؟ احنا قلنا هنا ان احنا حاطين السعر ب 19.99. لو انا فاتح اللو اوفرز دي، يقدر المشتري يبعت لي عرض، يقول لي مثلا انا عايز اشتريه لكن مثلا ب $18 او ب $15 بس، وانا وافق او ارفض. طيب هل دي مفيدة؟ بصراحة ساعات وساعات، ساعات تبقى مفيدة، وساعات تلاقي الناس بتدخل تقلل من سعر المنتج نفسه، بس هي بتخلي فيه إقبال أكتر.
فأنت برضه بناءً على تجربتك، أنا عن نفسي في مثلًا ممكن 80% من المنتجات اللي بانزّلها باكون قافل الoffers علشان يعني باحس إن هو ممكن يقلل الفُرَص، بس بتبقى على حسب الاستراتيجية يعني، على حسب كل منتج، لكن أنا في الغالب باقفلها. طيب في حاجة بقى اسمها volume pricing اللي هي إيه؟ لو أنت عايز تعمل عرض اللي زي بيبقى في المحلات بقى، خُد 2 وهتاخد مثلًا ال2 دول بخصم كذا، أو 3 بسعر كذا بدل كذا، هو ده الvolume pricing. مثلًا buy 2 and save 10%، buy 3 ووفّر 15%، buy 4 وتاخد خصم 20%. أنت طبعًا ممكن تضبّط ده براحتك. دي ساعات بتبقى مُربحة جدًا، ولكن في نقطة معيّنة، لو تكلفة الشحن من المورد ثابتة مع كل منتج أنا بازوّده. يعني إيه؟ لو أنا مثلًا بابيع كاب، الكاب ده لو اشتريت من المورد بالسعر اللي هاشتري بيه من المورد، سعر الشحن إن أنا أشتري حتّة هو ثابت. لو هاشتري حتتين، لو هاشتري 3 هادفع تكلفة الشحن، وليكن مثلًا تكلفة الشحن $5، لو اشتريت 5 قطع هادفع برضه $5، اشتريت 10 قطع هادفع برضه ال5$. ساعتها موضوع الvolume pricing ده بيبقى مُربح جدًا بالنسبة لي، تمام. لو حاسس إن أنت ما فهمتش المثال ده كويس، ما تستعجلش، هتفهم كل التفاصيل دي قدّام. إحنا بس زي ما قُلنا بننزّل أول product كده وباعرّفك على واجهة eBay. طيب بعد كده هنا تقدر تخلّي الproduct بتاعك ينزل في ميعاد معيّن، تمام. بتحدد له تاريخ ينزل فيه، بيبقى مثلًا معمول كده زي مسودة أو draft وينزل يتعرض بقى للناس تقدر تشتريه في تاريخ معيّن. ساعات بتبقى مفيدة يعني. بعد كده الشحن، هنا لو أنت عارف وزن وأبعاد المنتج بتاعك، ده بيبقى مكتوب طبعًا على صفحة المنتج على ألي إكسبريس أو أمازون أو أيًا كان المورد اللي إحنا هناخد منه المنتج، ممكن تاخد التفاصيل وتحطها. طيب بعد كده بيقول لك سعر الشحن هل يختلف من مكان لمكان والّا ثابت بغض النظر عن مكان المشتري؟ أنا برضه في الغالب باخلّيه سعر ثابت، يعني بابقى حاسب تكلفة الشحن أيًا كانت هتبقى فين، وبابقى حاطط رقم كده ثابت، باخلّيه رقم ثابت يعني. هنا بيقول لك هتشحن بservice إيه أو بإيه خدمة الشحن أو شركة الشحن. الUSPS ده البريد الأمريكي. هنا بيقول لك إن المنتج بتاعك هيوصل من 2 ل5 أيام. هل أنت الproduct بتاعك اللي أنت جايبه من علي إكسبريس أو من أمازون هيوصل فعلًا في خلال المدة دي؟ لو هيوصل في خلال المدة دي يبقى تمام، لو مش هيوصل لأ، ساعتها إحنا الservice دي مش هتنفع معانا. إحنا مثلًا لو هنعمل drop shipping لمنتج من الصين ممكن ياخد في حدود 14 يوم. طيب يبقى إحنا في الحالة دي لو المنتج هيتأخر عن المدة دي، يبقى إحنا لازم نغيّر الUSPS دي أو الservice دي. ندخل ندوس هنا change service، هنلاقي هنا عندنا كذا وسيلة شحن، في USPS، في FedEx. لو إحنا مثلًا الorder هيطوّل من الصين مثلًا، فممكن نختار economy shipping من يوم ل10 أيام، تمام. هنا ممكن نكتب سعر الشحن كذا، مثلًا $4 أيًا كان، وعلى كل قطعة زيادة $2 أيًا كان. وممكن عشان نزوّد الإقبال على الorder أو على الproduct نخلّيه free shipping، هيبقى كده ما فيش سعر الشحن، ولكن إحنا المفروض هنكون حاسبينه في سعر المنتج النهائي، بحيث إن برضه يبقى طالع لنا ربح. كل التفاصيل دي هتعرفوها في الفيديوهات اللي جاية. بعد كده هنا بيقول لك الhandling time. الhandling time أو الprocessing time ده الوقت المفروض من أول ما الorder ييجي لك لحد ما الorder يتشحن. أنت برضه على حسب الprocessing time اللي بياخده المورد اللي أنت هتشتري منه، تمام. ممكن تزوّده عن 3، ممكن تسيبه 3، وده المكان أو العنوان اللي إحنا قُلنا إن إحنا بنشحن منه، تمام. أنا هنا قايل إن أنا باشحن من United States. accept returns والّا لأ؟ ممكن تقبل الreturns وممكن لأ، على حسب أنت جايب المورد منين. لو المورد من الصين فموضوع الreturn بيبقى صعب،
لكن لو المورد في أمريكا زي أمازون موضوع الريتيرن ممكن. الانترناشونال ريتيرن يعني لو العميل في دولة وانت بتشحن من دولة تاني، يعني انت قايل ان انت بتشحن من يونايتد ستيتس والعميل في دولة تاني مثلا في استراليا، فده انترناشونال ريتيرن. هل انت موافق على ان انت الارجاع، ان انت ترجع منتج من دولة لدولة؟ ده بيبقى صعب جدا في الدروب شيبينج، فعشان كده انا دايما ببقى قافل الانترناشونال ريتيرن. تمام، ده بالنسبة لباقي التفاصيل. نيجي لحاجة مهمة بعد كده، هي الإعلانات. هنا بيقول لك لو فتحت دي اتعلمت عليها، بيقول لك هياخد منك 11.9% على كل برودكت تبيعه، مقابل ان هو هيظهر لك المنتج بتاعك اكتر، هيعمل لك اعلانات، هيطلعه في الصفحات الاولى، بس بمقابل انه هياخد منك النسبة دي. طيب ده حاجة انت لو هتبقى فاتحها المفروض تبقى حاسبها ومزودها على سعر المنتج بتاعك، علشان برضو في الاخر ممكن تلاقي نفسك حاسب السعر المنتج غلط، وتلاقي بعد ما ايباي ياخد العمولة بتاعته، ياخد تكلفة الاعلانات دي، لو انت فتحها هتلاقي نفسك مفيش مكسب. فدي حاجة لازم تكون حاسبها كويس. تمام. دي تختلف عن دي. تختلف في ايه؟ دي هو مش هياخد ال11.9 دي، مش هياخدها غير لما تبيع، هياخدها من كل بيعة يجيبها لك هو. يعني لو في مبيعات تمت مش من خلال الإعلان ده مش هتدفع حاجة، لكن لو تمت عن طريق الإعلان فهو هياخدها من الأرباح، هياخد 11%. هنا بقى الوضع ده يختلف. هنا بيقول لك ان هو هيظهر لك الاعلانات مقابل دولار في اليوم، انت ممكن تغيرها، بعت ما بعتش هو هيطلع لك المنتج بتاعك يظهره لك اكتر، ولكن هياخد البادجت اللي انت هتحددها يعني، بس سواء بعت او ما بعتش. لكن هنا مش هياخد منك غير لو بعت، فعشان كده انا دايما بستخدم دي افضل. دي بستخدمها في حالات قليلة يعني، مش دايما، لكن دي الأولى دي بتبقى أفضل يعني بالنسبة لي. طيب بعد كده نيجي للتشاريتي أو المؤسسات الخيرية. هنا بيقول لك إن أنت تقدر تتبرع بجزء من أرباح المبيعات دي للمؤسسات الخيرية، وبيبقى عامل علامة كده على المنتج بتاعك إن ده في جزء منه رايح للمؤسسات الخيرية. تمام. بعد ما خلصنا كل التفاصيل دي بنيجي ندوس على ليستة. بعد كده احنا كده عرضنا المنتج بتاعنا. بعد كده المفروض انه هيطلب منك انك تربط الاكونت بتاعك ببايونير عن طريق تسجيل دخول. هيفتح لك صفحة تسجيل دخول من بايونير من جوه ايباي لبايونير، وهيربطهم لك. بعد كده زي ما قلنا في الاول هتدخل بعد كده على الفيريفيكيشن سنتر جوه بايونير او مركز التحقق، وهيبقى فيه كام بيانات كده مطلوبة منك لازم تكملها. هيطلب منك فاتورة مية أو غاز أو نور أو أي حاجة يعني يكون موضح فيها العنوان بتاعك، ده بس زي تأكيد للعنوان بتاعك. هتاخدها سكانر، أي حتى لو بالعربي عادي هتنفع، أي فاتورة في مصر بالعربي ممكن تترفض مرة واتنين بعد كده تتقبل، مفيش مشكلة. تاخدها بالسكان مثلا بأبليكيشن زي كام سكانر أو تاخدها سكان أو صورة نظيفة بالموبايل وترفعها، وبس كده. احنا كده عرضنا اول منتج لينا على ايباي. في الفيديوهات اللي جاية هنتعرف اكتر على ازاي نختار المنتجات، ازاي نختار منتجات تجيب ارباح كويسة، ازاي نختار المورد. نتعرف على كل التفاصيل دي في الفيديوهات اللي جاية. لو استفدت ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وتسيب لنا كومنت لو عندك اي سؤال.